السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناتي يوميات امين السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحه واحسن حال. يلا نعمل مع بعض النهارده وصفه سهله وسريعه وكمان اقتصاديه لو وطعمها حلو كمان. هنعمل مع بعض كبده الفراخ. لو كبده الفراخ بتزفر معاكي هنعملها النهارده بتركيه حلوه جدا وجميله، عشان ما تفرولش منك او تعمل ريحه زفاره او تنزل السائل البني اللي بينزل منها لو ما خدتش الصدمه صح. فالنهارده هنعملها بطريقه سهله جدا. انا جبت هنا ميه، حطيت حبهان ورق لورا، 7 بهارات، شويه فلفل اسمر، شويه ملح، التوابل اللي انت شفتوها. الميه غليت نزلت بيها بكميه الكبد اللي عندي. دول كانوا نص كيلو كبد فراخ. تمام. غلت غلوتين كده واتأكدت انها استوت. مش لازم تستوي ان هي تبقى ناشفه جامده قوي كده معاكي، لا، برضو تبقى طريه كده وجوسي. اصلا الكبده من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص. خلاص، اتأكدت انها استوت زي ما انتم شايفين. طلعتها وسبتها تبرد، ما قطعتهاش وهي سخنه. تمام. انا قطعتها قطع صغيره كده عشان تبقى القطع على قد اللقمه. جبت معلقتين زبده كبار وبصلايه كبيره، قطعتها مكعبات عادي، يعني خرطتها عادي على ايدي. حابه تعمليها في الكب براحتك. ونزلت بشويه ملح وشويه فلفل اسمر، نملح البصله كمان ونساعدها انها تنزل ميتها وتستوي اسرع زي ما انتم شايفين كده. اقلب بقى البصلايه لغايه لما تدبل معايا وتاخد لون. هنا ديت معلقه صغيره توم، يعني فصين لو انت عندك الثوم صحيح ومش مش مفروم جاهز، يعني فصين بالظبط لو الفصوص كبيره. يعني لو الفصوص صغيره 4 فصوص 3 فصوص حسب ما انت حابه تحطي الثوم. ونزلت بمعلقه هريسه اللي هي الخضره اللي انا بعملها. متاح هريسه حمراء اللي انت عايزاه، مش عايزه تحطيها خالص ممكن تفرمي فلفل حراق او تقطعيه يعني صغير، او فلفل رومي عادي صابح براحتكم. اللي فيها كذا بديل، يعني ليها كذا بديل. هنا زي ما شفت قطعت الكبد قطع صغيره، وابتدي بقى اشوح كويس اوي الكبد ديت مع البصل. وحطيت هنا معلقه صغيره 7 بهارات، لان انا اصلا اوريدي اصلا مبهراها وهي بتتسلق. ونص معلقه صغيره كزبره، ونص معلقه صغيره برضو بابريكا. وقلبت بقى كله في بعضه. وايه تاني؟ دي قرفه، رشه قرفه صغيره، حتى مش مكمله ربع معلقه، رشه بس. القرفه مع الكبده عامه بتدي ريحه خطيره وطعم حلو، بتدي تيست جميل قوي في الكبده. بس هقلب بقى كده، ظبط لها الملح والفلفل، واقلب بقى لغايه لما كل المكونات تتجانس مع بعض و... وتاخد لون حلو كده. هي اصلا اوريدي كبده مستويه، بس انا عايزاها تتشبع كده بطعم البصل والتوابل اللي انا حطاها. وصفه حلوه جدا جدا، مع ريش بقى والطحينه، شويه سلطه وشويه بطاطس محمره خطيره وزي الفل، مع شويه مكرونه، المتاح عندك يعني. بس كده زي ما انتم شايفين. اخر تركية بقى اللي انا بحب اعملها عامه مع الكبده، عصره ليمونه. يعني دي نص ليمونيه، ما خدتهاش كلها، انا يا دوب عصرت بس عصره كده، يعني رشه صغيره بس. وده كان شكل الطبق والوجبه بتاعتنا الجميله، غدوه كده سريعه. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامه.